السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في كل شيء وليه حل. أنت عليك المشكلة وإحنا علينا الحل. لو في أي حد بتواجهه أي مشكلة فما ترددش يتواصل معانا، وإحنا إن شاء الله بإذن الله نحاول نساعده ونحل له المشكلة بتاعته. والتواصل مع البرنامج وعرض المشاكل هيلاقي كل المعلومات متاحة تحت في صندوق الوصف. وطبعا ما تنساش اللايك والشير والمتابعة والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد لينا. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. مشكلة عد هو لازم أكون مقتنع بمراتي بنسبة 100%، كاتب كتابي كلها مميزات أدب واحترام وطيبة وبحبها، معرفة وترشيح من الجيران، جواز صالونات يعني، متعلقة بيا وبتحبني وإخلاص وكل حاجة حلوة، جمالها وسط وبشوف بنات أحلى وأجمل شكلا ولونا. أعمل إيه بدون تريقة أو تجريح عشان أكمل اقتناع بيها مش حاسس بلهفة الفرح اللي قرب. بص، مبدئيا المشكلة عند حضرتك والخلل والغلط من ناحيتك أنت. يعني أنت عايز، يعني أنت بتقول ما شاء الله عليها، يعني أنت يعني عديت مميزات كويسة جدًا في البنت. أمّا بالنسبة لموضوع الاقتناع دوّة ما بتتحسبش كده، هي القصة مش كده، إن ما فيش حاجة اسمها حد بيقتنع بحاجة 100%. طب ما لو أنت قلبت الآية، عمرك ما هتلاقي واحدة تقتنع بيك 100%، مستحيل. فبالتالي أنت مش هتلاقي واحدة تقتنع بيك 100%. هي القصة كلها إن الراجل والست بيكمّلوا بعض. تمام؟ ما لو أنا 100% وهي 100% بينا 200%، فده مش موجود في الدنيا. لأ، أنت تبقى 50 وهي 50، هي 60 وأنت 40 كده، يعني لازم أنتم الاتنين في الآخر تكملوا ال100% اللي أنت عاوزها. تمام؟ فما تسعاش للكمال وما تدورش على الكمال، لأن الكمال لله وحده. أنت مش كامل، يعني أنت مثلا حاطط شروط معينة ومتطلبات معينة. طب ماشي، ما أنت بني آدم زينا زيك، كل واحد فينا فيه عيبه. تمام؟ فمفيش حاجة اسمها 100% دي، يعني مفيش حاجة اسمها 100% دي أصلا. فإحنا بنكمل بعض. فأنا شايف إن المشكلة معاك أنت. اما بالنسبه لقصه ان انت البنات احلى منها ومش طب ما اكيد معلش بالنسبه لها هي او اي واحده تاني. طب ما في ولاد احلى منك، ما هي ما تحسبش كده. انت ما حبيتهاش، انت معنى كلامك وانت اللي انت بتقول دوت، صدقني الاول انت ما حبيتهاش، فالمشكله عندك انت. فمعلش يعني ما تسعاش ان انت تدور على حد بمتطلباتك، مش هتلاقي الكلام من دوت. زي ما قلت لك احنا كلنا بشر وكلنا فينا عيوب وكلنا بنكمل بعض. فما تحطش الحاجز النفسي دوت بينك وبينها. وانت كتبت كتابك بقت مراتك، اتقي ربنا فيها واتقي ربنا في نفسك. وما تبصش لحد، عشان انت هتبص على دي وهتبص عليها هتتعب. يعني ما تحسبش كده. خلي بالك وركز في النعمه اللي ربنا مديها لك. اهم حاجه والله اظفر بذات الدين. انت طول ما شايف ان على خلق وانسانه متدينه وانسان من بيت محترم وانسانه كويسه، خلاص انت عايز ايه تاني من الدنيا؟ وان الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا زوجه صالحه. ربنا يجعلها لك زوجه صالحه، وان شاء الله باذن الله خير. مشكلة عضوة معايا بتقول أنا لو اتطلقت هتعب وهتبهدل بعيالي، اللي هو فضلت زي ما أنا جوزي ملوش لازمة في حياتي، وأنا أم وأب وكل شيء، ولادي مش شايفين غيري ومحدش هيعمل لهم مستقبل غيري. جوزي ركبنا ديون والناس كلها طمعانة فيا لأن هو مش شخصية. أعمل إيه؟ حرفيا تعبت ومنهارة جدا. ليه كده؟ أنا مش بتاعة شغل وبهدلة وما بحبش أتبهدل. كان نفسي أكون ست وأهتم ببيتي وجوزي وولادي ويكون ليا سند. كان نفسي يكون ليا راجل بمعنى الكلمة وأكون ست ليه بمعنى الكلمة. كنت طالبه حياه بسيطه وهاديه. انا تعبت. بص يا ستي، مبدئيا ان ربنا يعينك، بس اللي عايز اوصله لك ان حضرتك مهما كان وجود جوزك معاكي حاليا مش فارق، وجوده زي عدمه. بس صدقيني والله احسن من عدم وجوده خالص. دي نقطه. وكمان حتى لو مش فارق معاكي، بأضعف الإيمان هتلاقيه فارق مع الأولاد، يعني فوجوده مع الأولاد أفضل. فالخاطر كده بقول لك يعني ما تلجئيش موضوع الطلاق دوت. دي أول نقطة. وبرضه لازم تفهمي حاجة، لو الناس طمعانة فيكي حاليا إيراد، يعني بعد الانفصال هيطمعوا فيك اكتر والمشاكل هتزيد اكتر في النقطه دي. وبرضه هقول لحضرتك حاجه، يعني ما دام الوضع معاك واصل معاك كده وحاولت تصلحي جوزك ومفيش اي امل منه، فخلاص ست عيش لولادك. يعني ماشي، خليه موجود في حياه ولادك، مش ليك انت، خليه لولادك. يعني اعتبريه ابتلاء وربنا يعني يجزيك عنه خير. فلو انت حسبتيها، يعني مثلا حطيت، يعني انت حسبتيها بينك وبين نفسك دلوقتي، وجوده في الحياة وعدم وجوده معانا في الحياة، لا هتلاقي، صدقيني هتلاقي بالنسبة حتى للأولاد وجوده في الحياة أحسن ليهم، وجوده معاهم أحسن ليهم. لو عارفة، لو فرق معاهم بنسبة 10% أحسن من مفيش. تمام؟ فيعني بلاش موضوع الطلاق ده خالص، وزي ما قلت لك اعتبريه ابتلاء من ربنا. وربي عيالك وحاول على قد ما تقدر تطلعهم أب صالح وأم صالحة،
وباذن الله خير. وصدقيني والله يعني انت لو صبرت على وضع زي كده ربنا هيجزيكي خير يعني. ما تلاقيش خلي هدفك في الحياه حاليا، ما دام الوضع بتاعك وصل المرحله دي، خلي هدفك في الحياه اولادك، ان انت تطلعهم صالحين بس، وربنا يسهلك حالك.